السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قلت لازم افتح معاكم الاوردر ده، مينفعش الاوردر ده اعمل له انبوكسنج من غيركم بجد. ده حاجه كنت مستنياها من زمان. كنت المفروض ان انا عايزه اجيب المايو البوركيني ده من اول ما طلع، وكل مره باجل وبقول هجيبه وما بجيبوش لحد ما حد من اخواتي جابه وجربته وعجبني جدا الصراحه، وقلت خلاص انا هجيب واحد بقى يبقى بتاعي. وقلت اطلبه وشفته وجالي، وقلت افتحه معاكم واقول لكم رايي فيه بكل صراحه، وهقول لكم العيوب الخطيره اللي اكتشفتها فيه، وهقول لكم المميزات الحلوه قوي فيه، وهقول لكم كمان جبته منين. علشان ايه اللي عايز يستفاد من الفيديو ده يكمل، بس حطي لي لايك قبل اي حاجه وقولي لي رايك في الفيديو بعد ما يخلص. ده شكله في الصورة على الموديل. أول ما شفته كنت بتمنى طبعا انه يطلع في الحقيقة نفس الصورة. طبعا الخامة برضو كانت تفرق معايا جدا، لأن في خامات بتبقى رديئة قوي يا بنات. أنا في المنشية شفت على الطبيعة قدامي منهم، بس كانت الخامة خفيفة جدا ومكرمشة وكانت وحشة للغاية، باينة إنها حاجة رخيصة. فبصراحة كنت خايفة قوي من النقطة دي، بس اللي جالي زي ما انتم شايفين كده حاجة ما شاء الله، كان روعة. اللي قالوه في الصورة والتفاصيل بتاعته هي بالظبط. السوسته جلد زي ما قايلين، الفينش كان نظيف جدا، الالوان هي بالظبط، والخامة كانت تحفة بجد. هجربها معاكم. وكان 3 قطع، بنطلون والتونيك، وكان معاه الطرحة بتاعته. واحلى حاجة في الطرحة بتاعته ان هي مش قصيرة، كانت طويلة وكويسة جدا، كانت بتغطي الرقبة وبتدخل جوه الكابتشو، وحتى لو المية جت عليكي من فوق بتبقى ساترة جدا لانها ما بتترفعش لانها مش قصيرة. فكانت بالنسبة لي مقاسها ما شاء الله كان عاجبني قوي. ده بالنسبة للطرحة. نشوف التونيك مع بعض. ده كان فيه منه 3 مقاسات، وهما صحيح بيدوك جدول على النت، بيبقوا لما بيتواصلوا معاكي يعني. زي ما انتوا شايفين بوريكم التفاصيل. البنطلون فيه فتحه من تحت، ودي مهمه جدا جدا، لان المايو ده لما بتنزلي بيه الميه بيعبي ميه جواه، لان هو مش بيشرب الميه، بيعبي ميه جواه. فالفتحه دي بتطلع الميه على طول منها بسرعه. يعني انا بقول لكم عشان جربت قبل كده واحد تاني، فده كانت الميزه دي عجباني فيه. ده البنطلون بتاعه، شايفين التقفيل بتاعه نضيف ازاي. كان مقاسات منه موجوده، بيدوكي جدول بتقيسي مقاساتك، والمقاسات طلعت ما شاء الله مظبوطه جدا. يعني المقاسات اللي هم قالوا لي عليها لما قست اخترت المقاس بتاعي كان مظبوط جدا بالظبط زي ما هم قايلين. الوسع بتاعه كان حلو قوي. وده شكل التونيك بتاعه. والتونيك ده كان فيه منه مقاس 3 اطوال، يعني في طول اقصر من اللي انا جايباه ده، وفي طول تاني اطول منه. وعشان تعرفي الحاجه الاصليه من التقليد لازم يبقى اسم المصنع اللي موجود ده هو اللي مكتوب في قفل في رقبه الحاجه من ورا هنا. وهما مدينك زي تعليمات للاستخدام بتاعه كده، عشان مهمه جدا الورقه دي، عشان هقول لكم اكتشفت فيه ايه بعد كده. وحاولت طبعا ان انا اتواصل مع المصنع، قلت اطلبه من المصنع على طول، هيبقى ارخص واوفر واكيد طبعا احسن. لقيت في المصنع ب 750 ونازل عليه خصم بقى ب 600. البنت بقى اللي انا جايباها من على صفحتها اسمها كوكي للوتر بروف، والله انا ما اعرفهاش ولا قلت لها هعمل لك اعلان ولا اي حاجه، بس كانت بتبيعه ب 550. وانا طبعا قلت ايه ده، ازاي المصنع هيبقى اغلى من صفحه اونلاين يعني. فطبعا كان مهم جدا ان انا احاول ادور على ريفيوهات عنها وناس جربتها وكده، فكل الناس كانت بتشكر فيها. من كل مكان كان بيجيبوا منها وبيشكروا فيها. بصراحه يعني هي طالعه فعلا عندها امانه. وانا والله يعني مش بقول كده الحاجه انا بس عشان انا دورت في الموضوع ده كتير جدا، فمش عايزه حد ايه يعني يتضرر فيه. يعني انا قلت افيدكم بالتجربه بتاعتي، يمكن تستفادوا منها بحاجه. في هنا من عند الوسط زي شدات كده، ومن الجنب التاني نفس الكلام، والسوست كلها جلد. التقفيل بتاعه كان نضيف جدا، والجيوب بتاعته كانت كويسه ومرتاحه، يعني تكفي الموبايل وزياده. يعني كنت بحط فيها حاجات كتير. انا ليه بقى بقول لكم اتاكدوا من اسم المصنع في دار الحاجه اللي انتوا تبقوا واخدين الصوره من عليه على النت، لان انا في ناس كتير بتاخد الصوره وتقلدها من مصانع تحت السلم طبعا، ويبقى واخدين الصوره اللي انت اخترتي من عليها الموديل زي ما انا اخترته كده، وتلاقي في الاخر ان مش ده نيو فاشن او مش ده ايا كان المصنع اللي انت جايبه منه. هم بس بياخدوا الاسم يحطوا لك صوره عليه تطلبي الاوردر. والله العظيم حصلت اونلاين. والله سامحهم بقى، طبعا كان مقلب. بصوا بوريكم من تحت في سوسته كمان، اللي هو لو عايزه تفتحي فتحه كده من تحت، اللي هو زي ما يبقى التونيك مفتوح فتحه براحتك. فهو التقفيل بتاعه كان الصراحه ممتاز، مفيش اي كلمه عليه. الحمد لله اللون طلع جميل زي ما انا عايزاه، طلع بطيخي او فوشيا كده مش احمر. انا كنت خايفه يطلع احمر، بس درجه الفوشيا بتاعته كانت حلوه قوي. والكابتشو بتاعه كان مرتاح، والبنطلون بتاعه كان واسع مش ضيق. فبالنسبه لي كان كويس قوي ان هو كمان لنزول الميه. انا كان عندي مايو قبل كده، بس الخامه اللي هي مش عارفه اسمها الفيزون ولا ايه دي، كنت صراحه لما بنزل مع انه كان عبايه للاخر خالص، كان كانه عبايه والله. اما بطلع كان بيبقى لازق جامد، واقعد انطره بايدي واحاول ان انا انشفه بسرعه عشان واحط فوطه، كان بيضايقني جامد في نزول الميه. انما ده قلت اختبره قدامكم بقى في موضوع الميه. بصوا زي ما انتم شايفين الميه مش بتلزق فيه اصلا. يعني انا فعلا لما كنت بنزل بيه الميه كانت بتقف، عايزه اقول لك زي ستيم البيبسي كده حبيبات عليه. بصوا الميه بتقع منه، مش بتلمسه اصلا. ودي حاجه مهمه هقولها لكم في اخر الفيديو كمان، ركزوا فيها.
بصوا الميه هنا بيحصل فيها ايه النقطه دي، عشان هقول لكم في اخر الفيديو حاجه عليها. كل نقط الميه اللي انا كبيتها عليه مفيش نقطه لمسته، بصوا بتقع من عليه كانها اصلا تراب او حاجه، مش بتنزل خالص عليه. وطبعا كنت خايفه جدا ان انا برضو طالباه اونلاين ومش عارفاه ولا اول مره اتعامل معاها كمان. فاول حاجه قلتها لها لو طلع مش زي ما انا عايزه الاوردر، ولا حاجه فيه مظبوطه او حاجه فيه عجباني، سواء المقاس او اي حاجه فيه الخامه اي حاجه، قالت لي ما تدفعيش ولا جنيه في ثمنه، ادفعي المندوب بس وما تستلميش. وفعلا المندوب لما جالي فضل واقف تحت مستني، وانا خدت الاوردر بتاعي وطلعته وقست واتاكدت من كل حاجه فيه ان هي تمام، وبعد كده اديت له حسابه. وكان بصراحه يعني تجربه كويسه جدا، وشكرا لكوكي على التجربه الحلوه دي. جربته بقى قدامكم اهو، قلت لازم بل ولازم انزل بيه الميه، وفي نفس الوقت كنت واخده معايا المايو التاني بتاع اختي، ما برضو لازم اجرب الاثنين. نزلت بيه زي ما انتم شايفين في اللبس كان فضفاض وحلو جدا واسع، كانت كل تفصيلته مظبوطه مجملا على بعضها. نزلت بيه الميه. من عيوبه بقى بالنسبه لي ان انت اول ما بتنزلي بيه الميه بيتنفخ كده، ما بيشربش الميه بقى، فبيتنفخ وانت تقعدي تفضي الميه كده حته حته لحد ما تنزلي كلك تتبلي. فبس هو كان جميل والله جدا، وبينشف في ثانيه بينشف خالص، يعني كانك فعلا ما تبلتيش خالص. وما كانش بيتبل، يعني انا كل ده هطلع هيبقى زي ما هو ناشف يعني. بس دي حاجه اكتشفتها، هما كانوا زي ما بقول لكم مديني كارت التعليمات اللي في ظهر المايو اللي انا وريته لكم ده، مكتوب عليه ان كل ما بيتعرض لميه البسين او الكلور كتير كان ان هو بيبقى بيبوظ او مش عارفه بيحصل له ان هو يعني بتقل كفاءته. فانا اكتشفت بقى تقل كفاءته دي تقل يعني يعني هيبقى بيتبل يا جماعه، يعني لما ينزل الميه هيتبل عادي زي اي حاجه تانية، بس بينشف في ثواني. طب انا اكتشفت كده ازاي؟ هوريكم دلوقتي، بس قبل اي حاجه قولي لي رايكم. انا لبست الكابتشو عشان اوريكم هو قد ايه كويس، مساحته كويسه، مش قصير مش مشدود على المايو، يعني ممكن تشيلي الشابو تلبسي الكابتشو بس كده يداري الشمس ويبقى تمام قوي. بس برضو عايزاكم تقولوا لي رايكم في المايو وفي لونه. ده بقى المايو بتاع اختي اللي قلت لكم كان عندها، كان عاجبني اصلا من زمان. بيتبل اهو زي ما انتم شايفين، هو بينشف بسرعه جدا بس بيتبل. فقلت ده ما كانش بيتبل برضو في الاول زي بتاعي، فايه اللي حاصل؟ فقلت لا انا لازم اجرب وافهم القصه في ايه. فلما قعدت بقى 5 ايام استخدم بتاعي وبتاعها، هو خلاص عرفنا ان هو بيتبل، قلت اجرب اقابل الاتنين واشوف مين فيهم هيتبل ومين لا. مش عارفه بقى هو بيبقى مدهون طبقه معينه او مع بصوا هو كده ما بيتبلش خالص، بيعمل نقط الميه دي نفس الكلام، والتاني هيتبل اول ما ارش عليه ميه، مش عارفه ليه بقى. مع العلم بتاعها يا جماعه كان نفس الكلام زي بتاعي، ما بيتبلش اول ما جه، هو بقى له استخدام كده 2 تقريبا بتاعها. فانا مش فاهمه، يعني انا بتاعي كده هيبقى كده بعد الاستخدام. هم قايلين ان من ميه البسين والكلور الكتير والاستخدام الكتير ان هو لازم يتشطف على طول وما يتحطش في الغساله وكده. بس شفتوا هنا بيتبل، وبتاعي برضو لما هشيل لكم الميه دي بايدي من عليه هتلاقوا اللي هو هيبدا يتبل برضو شويه. فعشان بس ما تفتكروش ان الموضوع ان المايو طلع مقلب او باظ، انا بس عملت لكم الحركه دي عشان اثبت لكم ان هو دي مش حاجه عيب في مايو، يعني دي حاجه برضو عادي هيحصل معاكم كده. حتى لو انتوا في الاول جربوا لكم الميه بتقع زي ما انا وريتكم اهو، هتتبل بعد كده بعد الاستخدام الكتير. بس مجمل التجربه ما شاء الله، هو المايو الشرعي هو ما يتقالش عليه غير ده مايو شرعي، وبجد كان حلو قوي. يا رب اكون قلت لكم كل التفاصيل اللي ممكن تكونوا بتسالوا عليها زي ما انا كنت بسال الاول. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. هتوحشوني جدا جدا، محتاجه اللايك بتاعتكم الحلوه. مع السلامه.